أهلا وسهلا بكم بالحلقة الثانية من كورس أساسيات التداول للمبتدئين. اليوم الحلقة بعنوان التعرف على الأسواق المالية أو أنواعها. هاي الحلقة راح نتعرف على الأسواق المالية المختلفة اللي توفر فرص للتداول وللاستثمار، وراح نركز تركيز تام على سوق الفوركس. ليش؟ باعتباره المجال اللي احنا نشتغل به خلال هذا الكورس واللي راح ندرسه. ولا تنسون متابعة قناتي على التليجرام، الرابط بوصف هذا المقطع، ويلا نبلش. شنو هي الأسواق المالية؟ الأسواق المالية هي أماكن يتم بها بيع وشراء الأصول المالية مثل الأسهم، العملات، السلع والعقود المستقبلية. الهدف من الأسواق المالية هو تسهيل التداول ما بين المستثمرين والشركات والمؤسسات المالية الضخمة. ما لنا بهذا الكلام، احنا علينا بالمهم: سوق الأسهم وسوق العملات. الأسواق تختلف بناء على الأصول المتداولة بها، وأهمها أولا سوق الأسهم. سوق الأسهم يشمل تداول أسهم الشركات المدرجة بالبورصات، مثلا بورصة ناسداك، بورصة نيويورك وإلى آخره. هو سوق مناسب للمستثمرين على المدى الطويل واللي يحبون يستفادون من توزيعات الأرباح كذلك. ثانيا سوق العملات الرقمية اللي سبق وشرحناه، هو سوق ناشئ يتم به تداول العملات الرقمية مثل البيتكوين أو الإيثيريوم. أكيد يتميز بالتقلبات العالية وفرص تحقيق أرباح كبيرة بوقت جدا قصير. ثالثا سوق السلع، يشمل تداول السلع مثل الذهب، النفط أو الفضة أو السلع الزراعية، يستخدمونه كملاذ آمن أثناء الأزمات الاقتصادية. رابعا والأهم سوق الفوركس، ذكرنا بأنه هو أكبر سوق مالي على وجه الأرض، وهذا السوق هو اللي راح نتخصص به إن شاء الله. ليش نركز على سوق الفوركس؟ لأنه يتميز بالآتي: أولا السيولة العالية، أكثر من 6 تريليون دولار يتم تداولها يوميا بهذا السوق. هذا الشيء يخليه خيار أمثل أنه نفتح به صفقات ونغلقها بصورة سريعة. ثانيا المرونة الزمنية، تقدر تتداول بأي وقت يناسبك. هاي الميزة للمتداولين أنه يختارون الوقت اللي يناسبهم ويخلون أوقات التداول مع الجدول اليومي بدون ما يتقيدون بساعات معينة بهذا السوق. ثالثا تنويع الأزواج، توفر أزواج العملات المختلفة فرص متعددة للتداول. هذا التنوع يتيح لك كمتداول أنك تختار زوج يتناسب ويا استراتيجيتك وأهدافك بهذا المجال. وهاي كانت أبرز المميزات لسوق الفوركس. خلينا نتعمق بهذا المجال أكثر. خلينا نسوي مقارنة بسيطة ما بين سوق الأسهم، سوق العملات الرقمية، وسوق السلع وسوق الفوركس. نجي من حيث المزايا: سوق الأسهم يتميز باستقرار نسبي وتحقيق أرباح طويلة المدى. العيب مالته أنه يحتاج رأس مال جدا كبير نسبيا. سوق العملات الرقمية تقلبات عالية، توفر فرص أرباح كبيرة جدا وسريعة. هاي أهم ميزة متوفرة بسوق العملات الرقمية. بس العيوب: مخاطر عالية بسبب عدم استقرار السوق. سوق السلع قلنا هو ملاذ آمن أثناء الأزمات الاقتصادية. العيوب مالته: يعتمد بشكل كبير على الأحداث الجيوسياسية أو السياسية. وأخيرا سوق الفوركس، المزايا مالته: سيولة عالية جدا وسهولة تنفيذ الصفقات. العيوب مالته: انك تحتاج ادارة مخاطر قوية جدا وصارمة بسبب وجود الرافعة المالية اللي راح نتعرف عليها بالحلقات القادمة. بهاي الحلقة تعرفنا على الأسواق المالية وأنواعها، وركزنا على سوق الفوركس باعتباره المجال اللي احنا راح نتخصص به. إذا تريد توصيات وتحليلات تساعدك على النجاح، لا تنسى أبدا أنك تتابع قناتي على التليجرام، الرابط راح يكون موجود بوصف هذا المقطع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان وياكم أمين، انتظروني بحلقة قادمة.